انتوا عارفين لو عملتوا البلح بالطريقة دي هتنسوا اي مشروب تاني وهتعتمدوا الطريقة دي طول شهر رمضان. بجد البلح ده طعمه يا جماعة بجد خطير، قنبلة فيتامينات، قنبلة فوقان. انتي بعد ما تفطري كده او على الفطار بتشربيه بتحسي ايه ده، انا ما كنتش صايمة، انت بتحسي انتي فوقتي. تعالوا بقى اقولك بتعمليه ازاي. هنجيب بلح ناشف من عند العطار عادي وتكسريه، المهم تلاقيها من جوه بيضه قشطه كده، ما يبقاش فيها نقط سودا. نقط سودا معناها ان هي مسوسه، ارميها. تبقى بيضه خالص من جوه. تكسريها بقى بمدق بشاكوش بالبلاستيك دوت، براحتك، بس بسنانك، هتكسري سنانك. تغسليه بقى بالميه بالشكل اللي قدامك ده، عشان اولا الطريقه دي بتخليكي ان انت تشيلي البلح والرمل او التراب بتاعه بينزل في القاع، انما لو انت صفيتي الميه والبلح فيها التراب بيرجع تاني للبلح. كرر الموضوع ده مرتين ولا ثلاثة لحد ما نتاكد ان ما فيهاش تراب خالص. بس وانت بتقلبي بايدك، ما تقلبيش كتير عشان الفايده بتاعت البلح برضو ما تنزلش في قلب الميه. نجيب الشفشق بتاعنا او البول اللي انت هتعمليه فيها، حطي فيها كمية البلح على حسب برضو عدد العائلة وعدد الأفراد. حطي البلح بقى في الشفشق واملي الشفشق مية خالص. البلح ده اعمليه من الصبح عشان على ما تيجي تفطري تلاقيه طري معاكي كده. هنحط فيه كمية المية، نملى الشفشق على آخر مية، نغطيه ونركنه على جنب، تسيبيه على رخامة عادي. آه مش هيحصله اي حاجة، انما لو حطيتيه في التلاجة هو هيسقع، بس عشان يطرى هياخد وقت كبير قوي. فحطيه بره عادي، انا دايما بعمله بحطه بره ما بدخلهوش التلاجة. ده بقى بالليل لما جينا على الفطار نصبه، بقلبه كده تقلبتين عشان اتاكد ان برضو السكريات اللي في البلح نزلت في الميه. عايزه اقولك ان انا ما حطيتش سكر فيه نهائي، لان البلح نزل السكريات بتاعته او الطعم المسكر بتاعه، فصحيه جدا ما فيهاش نقطه سكر او نقطه عسل. خدي بقى التركية اللي جايه دي، حطي شويه من البلح في الكوبايه بتاعتك وعليها شويه من الموز. يا جماعه الموز بينقل البلح في طريقه او في حته تانية خالص، كطعم وريحه بجد خطيره. بتاكلي كده انت مش عارفه انت بتاكلي حلويات ولا بتشربي مشروب ولا بتعملي ايه، بجد الطعم بيبقى خرافه. قلبيهم كده مع بعض عشان يختلطوا ببعض كده. بعد كده شوفي لي بقى لون الميه لما سبناه منقوع في البلح طول اليوم، شوفي لي لون الميه عامل ازاي. بجد الميه مسكره وحلوه قوي، وزي ما قلت لك من غير نقطه سكر. حط الميه كده في البلح، شوفي لي بقى شكلها، لا تقولي لي بقى اي مشروبات تانية. بصي ده البطل بتاع شهر رمضان، ودايما اساسي اساسي على سفرة رمضان. جربي الطريقة دي بجد خطيرة ومش طبيعية. بس ما تنسيش تشتركي في القناة واعملي لايك واستنيني في وصفة جديدة.